السلطات المغربية وهؤلاء المهاجرين القادمين من وجهات مختلفة عزفوا جميعا على وتر واحد. فالمهاجر المغربي في رأيهم يتعرض لحملة عنصرية في أوروبا، والسبب أعاده البعض هنا إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاد العالم، وأصبح المهاجر ضحيتها الأولى. هناك مد عنصري في أوروبا تعرفه جل البلدان الأوروبية. لاحظنا بعض ممارساته في مليلية وسبتة. بطبيعة الحال مجلس الجالية المغربية يقف منددا بهذه الممارسات العنصرية التي تجرمها وتحرمها جميع القوانين الأوروبية نفسها. هموم المهاجرين يبدو أنها أصبحت هما يؤرق السياسة الخارجية المغربية التي تقوم بحملة واسعة الآن لإظهار تضامنها مع المهاجرين، تجلت في سيل من التنديدات وجهته إلى إسبانيا، إثر ما يقول المغرب إنها اعتداءات متكررة على رعاياه من المهاجرين. يجب أن نعالج هذا الموضوع في إطار من الشفافية وفي إطار شراكة مع شركائنا الأوروبيين خاصة. قوام هذا التعاون هو الاحترام لحقوق الجالية المغربية في الخارج. يبدو أن موضوع الهجرة بات يؤثر أكثر فأكثر